انت عارف ايجار الشقق كام؟ لو انت اجرت في اليوم، لو شقه عاديه في المدن بس مفروشه فرش كويس بالله عليك، ممكن تجيب لك من 2000 ل 5000 جنيه في اليوم. ومش بالضروره تكون الشقه 3000 متر. الاجانب عندهم الاستوديو 20 متر بيشيل 3 افراد، هم مش بيتحركوا زينا في مجموعات. يعني حضرتك ممكن باستوديو سعره من اول 2 مليون ونص تجيب دخل شهري من 50 ل 60 الف جنيه. والتكنولوجيا سهلت الوصول للعمر. طب بمناسبه اختيار مكان المتحف، ليه في المكان ده بالذات؟ اولا طبعا قربه من اهم عجائب الدنيا السبع واشهرها الاهرام، بس مش ده الاساس، لان المواصلات بتقرب الناس ببعضها. وكان ممكن يكون قريب من مطار القاهره، مش لازم نعمل مطار جديد. يا جماعه الهدف الرئيسي ورا اختيار المكان هو ايمان الحكومه بان منطقه غرب القاهره ممكن تتحول لمدينه سياحيه لاحتوائها على اهم المزارات، وان الاثار مرتبطه بالنيل. وفي نفس الوقت خلق نوع سياحه جديد اسمه سياحه الترانزيت، اللي بدوره بيضم فئه الاشخاص اللي مش فاضيين يتفسحوا، جايين هنا محطه 24 او 48 ساعه ورايحين يحضروا اجتماعهم. يبقى السياح في مصر في زياده مستمره، ده غير سياحه المعارض والكلام اللي احنا بنشوفه ده. الخلاصه بقى ان الناس ديت على الاقل هتبات ليله واحده. يعني انت عندك نفس الفرصه انك تزود دخلك من نفس الاستوديو ابو 2 مليون ونص، بس انت تفائل وربك يسهل. في سؤال عندك دلوقتي، خلاص كده اشتري في زايد صح؟ استوديو عشان قريب من المتحف والكلام ده ويدخل لي 50 60 الف. هقول لك بس الحلقه الجايه.